بيجيلي دايما اسئله زي كده. الامهات بتبقى عايزه تعرف ايه اختيارات تسكين الالم اثناء الولاده الطبيعيه المتوفره داخل المستشفى، بجانب طبعا الطرق الطبيعيه لتسكين الالم اللي اتكلمنا عنها قبل كده، زي طرق التنفس المختلفه، المساج، الشاور الدافي، ووضعيات الولاده المريحه ليكي. هنتكلم النهارده عن الادويه والمسكنات اللي بتستعمل داخل المستشفى. اول حاجه علشان نستعمل المسكنات دي لازم يكون دكتور النساء ودكتور التخدير ودكتور الاطفال، الثلاثه لازم يكونوا متواجدين داخل المستشفى علشان نقدر نستعمل المسكنات دي. اشهر 3 انواع هما ابره العضل المخدره او المعروفه بابره البيثيدين، الماسك وده ماسك فيه غاز معين بيتحط على الوش اثناء الانقباضات، والنوع الثالث اللي هو ابره الظهر او الابيديورال. هنتكلم عن كل نوع من دول بالتفصيل، ايه شروط استخدامه والفوائد بتاعته وايه كمان مشاكله او اثاره الجانبيه. النوع الاول اللي هو ابره العضل او البيثيدين، ودي ماده مخدره للجهاز العصبي، فبالتالي بتخلي المخ مش حاسس بالالم. البيثيدين ممكن يتاخد في العضل او تحت الجلد، واحيانا في الوريد في حالات معينه، وبيبدا مفعولها بعد حوالي 20 دقيقه تقريبا لو اتاخدت في العضل. الام بتحس ان فعلا الالم اتسكن بنسبه كبيره، وبتحس كانها دايخه شويه. والجميل في الحقنه دي ان عنق الرحم بيرتخي ارتخاء شديد، واحيانا بيحصل توسع سريع لعنق الرحم في مرحله الولاده النشطه. يعني لو الام اخذت البيثيدين وعنق الرحم 3 سم مثلا، ممكن في خلال ساعه تقريبا توصل ل 6 أو 7 سم. فارتخاء عنق الرحم ده من الفوائد اللي بنحصل عليها من ابره البيثيدين. بس مهم اننا نعرف انها بتوصل للجنين وبتخدره، ومفعولها بيمتد في جسم الجنين من 2 ل4 ساعات تقريبا. علشان كده الحقنه دي بتستخدم في بدايه الولاده بحيث يكون باقي على خروج الجنين اكتر من 4 ساعات. واثناء الفتره دي اللي الجنين بيكون متخدر فيها لازم يكون في متابعه دقيقه للام والطفل بجهاز التخطيط او الCTG. وبيظهر على الجهاز ضعف في نبض الجنين لمده اكتر من 40 دقيقه، وده طبيعي جدا لان الجنين بيكون متخدر وما بيبقاش مريض ولا حاجه، لكنه بيكون متخدر. المشكله بقى لو الرحم فتح بسرعه والجنين اتولد وكان لسه متخدر ومفعول الابره لسه ما راحش من جسمه، ساعتها مش بيقدر يتنفس كويس وبيحتاج ماده مضاده للبيثيدين اسمها النالكسون. دكتور الاطفال بيحقن له نالكسون بجرعه دقيقه، علشان كده لازم المستشفى يكون فيها الماده المضاده للبيثيدين متوفره داخل المستشفى قبل قرار اعطاء البيثيدين للام، عشان لو حصل تثبيط في تنفس الجنين يتعالج فورا وما يحصلش اي مشاكل ليه لا قدر الله. بالنسبه بقى لماسك الغاز، فالطريقه دي ظريفه جدا، وهي عباره عن خليط ما بين غاز الاكسجين وغاز النيترس اوكسيد. والنسبه اللي بتؤدي لتسكين الالم فعلا هي نسبه 50% الى 50%، يعني نص اكسجين ونص نيترس اوكسيد. فايده الطريقه دي انها سهل الاستخدام، تقدر الام انها تمسك الماسك وتحطه على وشها او حد يمسكه لها وقت الانقباض ده بس، ولو حست انها هتنام تقدر تشيله بسهوله وترجع تفوق تاني، وهكذا لحد ما تولد ولاده سهله مريحه ان شاء الله. والاهم انه ملوش اي ضرر خالص على الام ولا الجنين، وما بيعملش تخدير للجنين ولا حاجه. مشكلته الوحيده ان الممرضه ممكن ما تظبطش الجرعه المناسبه لتسكين الالم، وتدي للام الاكسجين بنسبه 70% مثلا، والنيترس اوكسيد بنسبه 30% بس. في الحاله دي الام مش هتتخدر كويس ومش هتحس بفرق، وكتير امهات قالوا انهم استخدموا الماسك وما حسوش معاه باي فرق خالص، وده لان نسبته مش بتكون مظبوطه. خليكم عارفين ان نسبه تسكين الالم هي 50-50. لو مش حاسين بفرق معاه اطلبوا من الدكتور او التمريض انهم يتاكدوا ان النسبه 50-50 فعلا، والجرعه دي ملهاش اي اضرار على الام او الجنين خالص. نيجي بقى لابره الظهر اللي ناس كتير جدا بيسالوا عليها وبعتولي اسئله كتير عنها. اول حاجه ابره الظهر لازم اللي يديها للام يكون دكتور التخدير، ولازم نتابع الام والجنين باستمرار بجهاز التخطيط الCTG. وحسب خبره دكتور التخدير ممكن يخلي الام مش حاسه بالالم بس قادره انها تمشي وتتحرك في الاوضه، او ممكن يخليها مش حاسه بالالم وفي نفس الوقت مش قادره انها تتحرك من السرير. في الحاله دي بقى من الاثار الجانبيه والمشاكل بتاعه ابره الظهر انها ممكن تطول الولاده شويه، لان الام مش بتقدر تتحرك وتساعد البيبي انه ينزل ويعدي من الحوض. في مرحله الدفع كمان الام بتكون مش حاسه، فممكن ما تعرفش تدفع كويس او تدفع بشكل قوي يسبب لها قطع او تمزقات في منطقه العجان.
ولو مرحلة الدفع طولت والأم مش عارفة تدفع كويس، في الحالة دي الطبيب بيضطر إنه يستخدم أدوات مساعدة لإخراج الجنين زي الملقط أو الشفاط. الحاجة التانية إنها ممكن تعمل هبوط في الدورة الدموية للأم وهبوط في ضغط الدم ودوخة، وتأثيرها كمان بيوصل للجنين وممكن تسبب له برضه هبوط في ضغط الدم ونبضه يقل. وفي بعض الأحيان الأم بتتحول عملية قيصرية طارئة بسبب نقص في ضغط دم الجنين أو إن نبضه قل. علشان كده لازم نكون متوقعين الآثار الجانبية دي ومستعدين للتعامل معاها. وفي أحيان قليلة جدا حوالي من 1 ل 10% ممكن تسبب صداع شديد للأم، لكن ممكن تتعالج منه ويختفي في خلال كام يوم بعد الولادة. لكن في النهاية إبرة الظهر أو الإبيديورال هو أقوى مسكن في كل الأنواع اللي اتكلمنا عنهم، لأنها بتخدر الجزء السفلي كله، وطبعا هو أعلى تكلفة من باقي المسكنات التانية. طيب في الآخر أنا بنصحكم بإيه من ال3 مسكنات دول؟ الماسك هو أفضل حاجة لو اتظبط فعلا 50-50 زي ما قلنا، وبتولدي معاه ولادة سهلة مريحة إلى حد كبير، وبتقدري تتحركي معاه مفيش أي مشكلة، بس بيكون في نسبة ألم بسيطة زي ألم البريود كده، والألم بيكون محتمل جدا. ولو الأم دي أول مرة تولد وخايفة جدا وأول مرة تتعرض للألم بالشكل ده، في الحالة دي ممكن نستخدم معاها البيثيدين في أول الولادة خالص، وهي من 2 ل 3 سنتي زي ما قلنا، ومفعولها بيستمر حوالي 4 ساعات تقريبا. تكون الأم ساعتها وصلت ل7 سنتي تقريبا، وساعتها ممكن نكمل معاها الولادة بالماسك، وبيدي مفعول حلو جدا علشان نبعد عن الآثار الجانبية للبيثيدين. أما بالنسبة لإبرة الظهر فدي بتكون للأمهات اللي خايفين خالص وعندهم حالة من الذعر الشديد وعمالين يصرخوا ومش قادرين يسيطروا على نفسهم، أو مش معاهم مرافق داعم أو دولة تساعدهم على الهدوء والاسترخاء والتنفس الصحيح. ففي الحالة دي ممكن يستخدموا إبرة الظهر، بس يكونوا عارفين مشاكلها وأثارها الجانبية كويس جدا. دي كانت المسكنات المختلفة اللي ممكن نستخدمها أثناء الولادة الطبيعية. طبعا القيصرية بيكون ليها طرق تخدير مختلفة زي البنج النصفي وأحيانا الكلي في بعض الحالات، بس برضه بيكون ليه بعض الآثار الجانبية. لو عايزة تعرفي أكتر عن طرق تسكين الألم أثناء الولادة وإزاي تختاري الأنسب ليكي، تابعي صفحاتنا على كل المنصات علشان ولادتك تكون أسهل وأهدى إن شاء الله. تقدري كمان تحجزي مكانك في كورس أمومة بلا قلق علشان نجهز سوا لولادة طبيعية آمنة ومطمئنة بإذن الله. وخليكي دايما فاكرة إن الأم الفاهمة بتبقى واثقة وهادية.